تعالوا تعالوا، شنطة ب4 مليون جنيه. شنطة من كام ساعة كده الممثلة المصرية هاجر أحمد نشرت بوست عن تجربة سيئة جدا جدا مع مغسلة في الكومباوند اللي هي ساكنة فيه. بتقول إن هي جايبة شنطة كانت جايباها ب5000 دولار، يعني تقريبا حوالي 4 مليون جنيه دلوقتي. حصل فيها بقعة كده بالألوان بنتها عملتها، فهي بعتتها للمغسلة دي. رجعوها ملامحها مختفية تماما، الاسم متشال من عليها، فيها حتت دايبة، وان الشنطة باظت ومش عارفة ايه وتجربة سيئة وازاي يعملوا كده وبتاع. حاولت تتواصل معاهم مرة واثنين وثلاثة، كان خدمة العملاء بترد في الأول طب احنا بنعتذر، طب ناخدها منك تاني، طب نحاول نعملها. خدوها منها تاني، حاولوا يظبطوها ورجعوها لها مع بوكيه ورد ومش عارف ايه. طبعا هي حست ان الشنطة لسه بايظة زي ما هي. بعتلها فيديو والشنطة وهي بتتغسل في طشت بلاستيك وبسلك مواعين وحاجة، مفيش أي تعامل. يعني مش هي الشنطة ماركة وبتاع والمفروض إن التعامل يكون غير كده. هي بتقول إن هي دفعت فيها 250 جنيه، فأنا مش عارفة هي شنطة ب4 مليون بتوديها مغسلة بتغسل ب250، ما طبيعي يكون ده شغلهم يعني. وبتقول كمان إن هي حاولت تتواصل مع الإدارة ومعرفش إيه، رد عليها لواء ما قالتش اسمه، قالت أنا مش فاكرة اسمه. ولما لقاها بتحتد في الكلام قال لها والله ده اللي عندنا واحنا خلاص عملناها ويعني اخبطي دماغك في الحيط واخرك هتيجي. فقالت بقى انا حاولت اتواصل مع حماية المستهلك واتواصل مع مين ومع مين ومفيش فايدة، فقررت ان انا اكتب عنهم على النت واحكي تجربتي السيئة عشان احذر الناس منهم وعشان و... فانا اللي لفت نظري ان البوست استفزازي جدا. انا تابعت التعليقات اللي في الجروب وتابعت البوستات المكتوبة. ناس بتتكلم مثلا عن اشتروا ربع كيلو جبنة لقوا 200 جرام بدل 250، اتنصب عليهم في كارت شحن، مش عارفة بتاع انستا باي خد منهم مش عارفة كام فوق الشحن، يعني حاجات زي كده. فأنا شايفة ان هو بص استفزازي قوي. انا الكهرباء قطع عندي 3 ساعات، انت طالعة تتكلمي في شنطة ب4 مليون، ده كلام؟ طبعا النجمة هاجر أحمد جميلة جدا، بتختار أدوارها بعناية شديدة. كانت واخدة ميس ايجيبت ونجمها عالي بسرعة قوي قوي في فترة صغيرة. وانا ضد ان الناس تبين قد ايه هي عايشة في رفاهية ونعيم. طب احنا ليه بنزعل من محمد رمضان يعني لما كلنا هنمشي في نفس الطريق؟ انا مش عايزة اعرف انتي لابسة شنطة بكام او جايبة الطقم ده بكام او الفستان ده منين وبايه وعشان ايه. مش هو ده اللي انا عايزة اشوفه منك يعني. عايزة اشوف لك ادوار حلوة زي ما بتقدمي. فانا شايفة بصراحة ان كان البوست غير موفق خالص، والتعليقات كلها كانت سلبية جدا. لو انتوا بتتكلموا في ايه واحنا في ايه وانتوا عايشين في اللالا لاند وبتاع. هي طبعا ربنا يكرم الناس كلها ومحدش مديها حاجة من جيب اللي احنا متفقين عليه. هي حر تصرف فلوسها زي ما هي عايزة، بس في حاجة اسمها ان انت تحس بالناس، ان انت تبقى مترابط ضمن المجتمع اللي انت عايش فيه، تحس ان انت من الناس والناس منك، مش انت منفصل خالص خالص وعايش في حياة تانية والناس عايشة في حياة انت ما تعرفش اي حاجة عنها. يعني ألف ب إنسانية، ألف ب عقل ووعي، ان انت ما تحاولش تبين قد ايه انت عايش في نعيم واللي حواليك حاسس ان هو بيعافر عشان ابسط حقوقه في الحياة. فانا شايفة ان هو كان بوست استفزازي، واعتقد في وقت قريب قوي هي هتمسح البوست ده وهتندم عليه، وتحس ان هو ما كانش فيه اي داعي ان هي تنزله، خصوصا ان هي نشرها على جروب مش ده الجروب اللي انت تنشري عليه حاجة زي كده. بنتكلم في مشاكل حقيقية، بنتكلم في ان الناس عارفة فعلا قيمة القرش ويعني ايه اتنصب عليها في 100 جنيه ولا في 200 جنيه ولا حاسين بقيمة كل حاجة بيقولوها. فانت خاطبتي الفئة الغلط. ممكن يكون جوه الكومباوند بتاعكم كده وانتوا قاعدين تتكلموا يقولوا لك لا ازاي ده ما عمرنا ما نروح المغسلة دي تاني، ازاي يعملوا كده بتاع. لكن لما تتكلمي مع جمهورك ما اعتقدش فيه اي هدف او اي حاجة فيها عقل او حكمة ان انت تتكلمي في حاجة زي كده. يعني هاجر احمد جميلة وواعية ومركزة في شغلها وبتختار ادوار صح ولايقة عليها، فما اعتقدش ان يطلع منها غلطة زي دي. هو ماشي ربنا يكرم الناس كلها،
وكل واحد حر يعيش حياته زي ما هو عايز ويصرف فلوسه زي ما هو عايز، وخزائن ربنا ما بتخلص. واعوذ بالله ان احنا نبص لحاجه في ايد حد، يعني نطلب من ربنا هنلاقي، وربنا عنده الخير اللي يكفي الجميع ويزيد. بس في حاجه اسمها وعي واحساس بالناس، وتبقى عارف انت بتتكلم مع مين وامتى وبتقول ايه، مش اي كلام كده نطلع نقوله. فانا بتهيألي ان هي هتشيل البوست قريب قوي، لانه مستفز ومش حلو وملوش اي نعم، ملوش اي معنى بالنسبه لي، غير ان هو استفزاز، غير ان هو حاله انفصال وعزله عن المجتمع الحقيقي. انت بتكلمي جمهورك اللي انت ما تعرفيش عنه حاجه، نشره البوست لجمهورك اللي انت ما تعرفيش ادنى اي تفاصيل عن حياته. فالفجوه الرهيبه دي ممكن تخسر الفنان كتير قوي، فركزوا شويه. وشكرا.